حاجتين يا برهان الليله غريبات. اول حاجه في هجوم الصد من المدرعات. اشرح لي بالرياضيات يا برهان، اشرح لي. المدرعات دي دبابه مدرعه صح؟ يعني شنو؟ يعني هي آلية عسكرية بتتحمل أي نوع من الذخيرة، بتتحمل أي تضاريس جغرافية، بتتحمل أي ظروف جوية، بتتحرك، بتمشي، بتتحرك. المدرعات كمبنى ومساحة ما عندي معها شغلانة. جواها شنو؟ جواها حاجة اسمها العربية المصفحة المدرعة. ميزتها من العربيه البوكسي العادي شنو؟ انه فيها مدفع، وتاني محصنه، وتاني فيها دروع، لو جات فيها دانه، جات فيها مضادات، جات فيها حاجه ما بتعمل شيء. طيب انا بستفيد منها شنو؟ بمشي بيها. يعني شنو؟ اتحرك. يعني شنو؟ يعني اهاجم. يعني لو ضربت سلاح الطيران افهم الطياره ما بقدر اسوقها او ما في كابتن يسوقها، تكسر لي استوعب. دخلت سلاح الذخيره ما ممكن ارحل المخازن بتاعت الذخيره، الدعم السريع خشه استوعب. دخلت اليرموك استوعب طبعا مصنع. حفرتق المكانات سوقها ما ينفع، حيجوا يهاجموني يعني، حيجي يحرقوها. واذا القوه اللي قاعده تصدت للهجوم الدعم السريع اليرموك حتنجو، اذا ما صدت لها اليرموك حتتحرق، وده اللي حصل. لكن المدرعات يعني شنو؟ انا عشان احرس حديد انا ما قادر استوعب 26 هجمه في 3 يوم يا برهان. اشرح لي بالرياضيات كله انا فاهمك. القياده العامه مباني، القياده العامه مباني ممكن تتضرب دانه من بعيد من بري تتحرق. انا استوعب الكلام. انا ما قادر استوعب المدرعات دي، انا ما قادر افهم راجين بيها شنو انتوا، ولا ما في مدرعات اصلا، ولا في شنو يعني؟ كل يوم الثاني نصحى من الصباح الدروع يا اخي ما عندنا شغل احنا ولا شنو؟ طلع المدرعات دي برا، قول للدعامه انتوا دايرين شنو؟ دايرين مدرعات؟ بنجيكم بايتوا قاعدين وين؟ قلنا لك في شرق النيل في الكوبري بتاع السوق المركزي عندهم تجمعات. بعد ما يتبلوا المدرعات بيمشوا بيعملوا حفله، يتبلوا بيعملوا حفله وبرقصوا، ما تبلوا بيعملوا حفله وبرقصوا. حضرتك طلع المدرعه جوا دي حركها، انا دافع فيها 8 مليون دولار وعامل لها كتيبه وسريه عشان تحرسها. سوق المدرعه ده امشي طلعها برا. يا هاجمت بيها وانتهينا من القصه دي، يا حميت ارواح الجنود عندك محاصرين في المدرعات. محاصر ليه في المدرعات؟ بتسمعوا كلام الدعامه دي ارتكازات يا اخي اسمع، ما اسمع كلام دعامه ولا ما اسمع كلام دعامه؟ العربيه دي مدرعه ولا حاجه ثانيه؟ مدرعه سوق يا زول، ما قدرت تسوقه ولا ما فيها اصلا، ولا في انت مشكلتك شنو؟ مشكلتك شنو يعني؟ يعني احنا قاعدين شايفين الدعامه بيركبوا الكوبري بتاع المنشيه ما في زول بيعترضون، بيتحركوا من جنوب الخرطوم ما في زول بيعترضون، بيتلاقوا في المركزي بيعملوا حفلتهم وبيجيبوا الحكامه وبيجيبوا دنيتهم ما في زول بيعترضون، بيمشوا بالشارع لحد يمشوا المدرعات ما في زول بيعترضون، بيخشوا الارتكاز الاول الثاني لحد ما يوصلوا الحيطه يجيبوا بوكلين يكسروها ما في زول بيعترضون. يا اخي ما تعترضون المدرعه ذاتها. نعم ما تعترضون المدرعه ذاتها، هي تعترض. طلعوا الدبابات دي وخطوها في السوق المركزي. هسه الليل احنا امبارح القوات المسلحه وامبارح قالوا مشطنا لحد المركز، ومشطت وعملت باندا ولا رجعتوا زي؟ طب مشط تعمل باندا، تعمل ارتكاز. الزول ده بيتلمى في السوق المركزي مخليه بكره يتلمى عشان تاني يجيك. ليه؟ ليه انت بتعمل كده؟ ليه انت بتعمل كده؟ لماذا؟ انا داير شرح. انت عسكري ولا ما عسكري؟ ما عسكري ما تتكلم معي. انت عسكري يطلع يقول لي يا اخي اسمع، حاصل 1 2 3 عشان نقفل موضوع المدرعات ده. المواطنين اللي حول المدرعات وبقت مستهدفه جبره يطلعوا المواطنين، الشجره يطلعوا المواطنين، سلاح الذخيره يطلعوا المواطنين، الاشلاقات اللي حولها يطلعوا المواطنين، الشهيد طه الماحي يطلعوا المواطنين، جنوب الخرطوم كلها الكلاكله يطلعوا المواطنين. عشان شنو؟ ماشيين المدرعات. المدرعه اللي انت ماشي لها دي هي في روحها محميه اصلا، محمية. هي اسمها مدرعة، مضادة للدروع، مضادة للرصاص، مضادة للصواريخ، مضادة للجن. طلعها دورها. هن كم؟ عندك كم؟ عندك كم حارس بين شنو؟ حارس بين شنو؟ بكرة الصباح يا سيدنا أيوب عليك الله دور الدبابات القاعدة دي واطلعوا الشارع. بس انت يا انتهيتوا معاها يا انتهينا من القصة دي وقفلنا الموضوع ده. عندنا حاجات تانية صراحة يعني. انا ما ممكن ابذل جنوب الخرطوم ناس ابو بيوتها اموالها هجروهم في الشارع من الشجره، شايفهم بيطلعوا من بالالاف، ما قدرت اعمل حاجه في ال10 يوم دي. طلع المدرعات دي يا حبيبنا، بيعوا الدعامه ذاتهم، ما تقعدوا تبلونا بقى كتير. طلعوها بكره بيعوا علينا ننتهي من القصه دي، نكون عارفين ما عندنا مدرعات. امشي بكره يا ايوب بيع عليه وننتهي من القصه دي، او دور الدبابه زي ما دورتها اليوم وسبتها انت ذاتك. طلعوا الدبابات دي اطلعوا بيها، اسمها مدرعه. ده الكلام اللي انا ما بستوعبه يا برهان. حاجات كده انت بتعملها بتكفيله مع الواحد، بتخلي لما نتكلم معاك جيشك يزعل. الجيش الزعلان ده ذاته تعالوا بجيش، تعالوا كده. اسمع، في شنو؟ في شنو مالكم؟
تكلم مع البرهان الرئيسي هذا اللي بتكلم معه، دي رقم واحد. رقم اثنين، انا بقول لك يا اخي في استهداف لمواطنين المسيد، انت بتتكلم بصفتك عسكري بتدافع عن القائد حقك صح؟ وما بترضى فيه كلمه، وممكن تفعيل قوانين 3 سنين تسجني عشان انا اتكلمت في سيدنا البرهان ده صح؟ حاضر. المواطنين هم في المسيد، انت كجياشي ما سالت قيادتك ليه؟ قالوا لك شنو؟ انا بسال فيكم جيش، انتوا خلينا انا المواطن الملكي ده، انت كجيش ماشي بياتوا بروتوكول، قالوا لك يا اخي المسجد مستهدف لها 10 يوم، قاعدين شايفين النازل، بيجيك واحد اسمه جيجي حامي الجزيره كل يوم بتصور، هسه قواتكم المسلحه بتقدر تحوم حوامه جيجي دي، ناقصكم شنو؟ تاتشر عندك تاتشر، بنزين عندك بنزين، رباعي مركب، هسه جيجي ده نص عرباته دي كلها مضروبه رصاصات وقناصه ومرقت من الخرطوم، انتوا عرباتكم دي كل يوم بتطلعوها تزيتوا اللساتك وتلمعوها وتجوا راجعين، مشينا السوق جينا المخاطبه بتاعت الوالي قايد الحامي قايد الغيامه وذبحوا ليكم ورجعتوا. عملت بها شنو؟ ما تسال القايد ده، اسال البرهان قول لي ما مشيت المسجد ليه؟ انا داري اجابه عسكريه، ما داري كلام فاضي، داري اجابه عسكريه، لماذا لم تذهبوا الى المسجد؟ نعم تفضل اتفضل. ما عندكم اجابه، لكن طبعا الاسلوب شنو ما اسلوب شنو؟ ده وقت اسلوب حسي، انت حالف غصب على شنو؟ انتوا قاعدين حالفين في مطالعه، ما ده جيش يا اخوان، دي مسؤوليتك وواجبك، دي مسؤوليتك وواجبك، الشغل ده حقك انت يا عسكري، الشغل ده حقك. احنا متفهمين، انا اتفهم انه في مخطط عسكري، وانا اتفهم انه احنا ماشيين باستراتيجيه، وانا اتفهم البروتوكول بتاع تحرك الجيوش داخل المدن، يسبغوا كتيبه دبابات وغطاء جوي واستخبارات وقناصه انا فاهم الكلام ده، ما تشرحوا لي، انا خلاص بقيت ذاتي عسكري معاكم، ما قاعد اقرا حرب حسي لي 6 شهور. ده الجندي في المعسكر بتخطوا كم؟ بتخطوا الجندي في المعسكر كم؟ بتقروه شنو؟ ما بيقرا حاجه بس تباهوا صفا، ده احنا تجاوزناه. وتاني خطط عسكريه بتدو، انا هسه قاعد اتكلم خطط عسكريه معناها بذلت مجهود وعرفتها، بسالك دار اجابه حقت راجل لابس كاكي، ما راجل بس، لا راجل لابس كاكي حاضر، وما لابس كاكي بس، لازم تكون راجل لابس كاكي. ما الذي يحدث؟ ما الذي يمنع الجيش في الجزيره يطلع يامن الجزيره؟ اديني بس حاجه واحده، 10 هتشارات بتغلب الجزيره، ليه الدعم السريع ده مستهدف الجزيره حسي له اكثر من 3 4 شهور، انا ما قادر احسم 10 هتشر، دار اجابه منطقيه بس لحد هنا. عندكم اجابه مرحب، ما عندكم اجابه البرهان ده طلع اي حاجه حاضر، ما في زول يتكلم معي، ما في زول يتكلم معي في السودان ده كله، ما في زول يتكلم معي في اي مجال، ما تتكلموا معي، انا اتكلم مع الزول ده داير هسي، انا من القى رساله بتاعت استغاثه مكتوبه في جروبات ومكتوبه في تعاليق، يا اخواننا اغيثونا، دعامه قالوا جايينهم، الرجال قعدوا بعكاكيز، بنادق بتاع الصيد، بنادق بتاع قنص، جيم سيري من سنه 86، يا جيش ما تطلع اعمل حاجه. طيب قول لي يا اخي خطه عسكريه في تحرير ام درمان اتستوعب، لكن في هجوم. طيب المدرعات دي صنعت للهجوم ما صنعت للدفاع، لو انت عسكري فاهم ما في زول يقدر يتكلم معي. المدرعه صنعت، المركبه المدرعه عشان اسمها مركبه، يعني شنو؟ تركب فيها يعني شنو؟ تتحرك. المدرعه ما بينتظروا بيها، ما بينتظروا بيها، المدرعه بتمشي. لو يا اخي جايك بيتاتشر، يا اخي ما بتخجلوا انتوا؟ ما بتخجلوا؟ انا عندي دبابه وده راكب تاتشر، ما بتخجلوا انتوا؟ كده دي ناس اي منطق في الموضوع ده، ده راكب تاتشر ما مصفح ولا مدرع ولا اي حاجه، يا اخي جايك بيكانتو، يا اخي ما تتكلم معي في انه انت لو قدرت تعمل الحاجه بتعملها. حاضر، احنا نيجي للنقطه الثانيه، انت يا ابراهيم دي النقطه الاولى، الموضوع بتاع المدرعات ده بتنتظر الزول يجيك، وفي حاجات ما قاعد تعملها، يعني ما قاعد تتحرك له، حسي عسكريا دار اجابه عسكريه مفصله، يقول ليه ما قادرين نحرك الدبابه، ما فيها جنزير، ما فيها مكنه، ما في دبابه اصلا، ما عندك ذخيره، اشرح لي عشان انا اخذ معاك الرصه. حاضر، ده رقم واحد. رقم اثنين يا برهان، المساله بتاعت انك ترفع وتيره الغضب لجهه ما، انت ما الحاكم في الجاي انت ما الحاكم، انت اخذت انك تمرحل للحاكم الجاي، توصل الشعب ده وتيره من الغضب. بالمناسبه انا بشوف تصرفات ما بستوعبها، انت ده توصلني وين؟ يعني انا اسمع استهداف لمدني، استهداف للابيض، استهداف للجزيره، وحضرتك انت بتطلعوا قرار وتصديق من ولايه بورسودان للحكومه المركزيه انه يعملوا لهم فيلل وقصر رئاسي وحكومه، دار تعمل شنو انت؟ ما فاهم، يعني نقنع منها ولا دار تقنعنا؟ طيب العمليه دي بتعمل بالصوب وين يا برهان؟ بالصوب في انه انا بعد شويه ببدا بتوتر، بقول يا اخي البرهان ده والله ما شغال بي، يا اخي البرهان ده قفله معنا، يا اخي السودان يحرق، البرهان يحرق، انت دار توصلنا المرحله دي؟ ما هو ما عندها تفسير، ما عندها اي تفسير. برهان تعال ابني قصرك ده يا برهان، يا اخي حرقت لنا قصرين، ماشي تبني واحد جديد، واللي بيتبني جديد ده حيتبني في كم؟
حيتبين اقعد لك في بيت ايجار زيك وزي المواطنين. عندك شنو فرصه انت حكومه فتره؟ احنا عاصمه الخرطوم، وتفكير انه احنا والله نتقبل الواقع ده، وانه بعدين احنا نحاول نصنع بدايل والكلام الخرابيط ده، برهان ما بيقسم معانا، لانه لسه في مليون سؤال حضرتك ما جاوبتها. حاضر، انا عندي جيش في ال 17 ولايه ما اشتغلت به، عندي مستنفرين ما نزلتهم، عندي قوات امنيه كثيره ما استدعيتها وما جربتها. انا قاعد اعمل شنو في بورسودان؟ يا برهان بيتك يتكسر، بيوتنا اتكسرت. المكتب بتاعك ده، المكتبين الجديد والقديم ده بانينه لك احنا، ده ما حقك، انت ما عندك حاجه اتكسرت. وبيتك في حي المطار ده باني لك الدوله، ده سكنوا فيه رؤساء، ده ما حقك. خسرت شنو انت في الخرطوم؟ احنا خسرنا عمرنا وتضحياتنا واحلامنا. الناس اللي اختربت البلد دي، واحد لما نخترب 20 15 30 سنه لا عارف مناسبه، يجي زي الاهبل من المطار ما عارف ده ود منو، ده بيت منو، ده ولد دوتين، ده مات بيتين، ده بنوا ابتين، الحفره دي كانت ما في العماره دي حقت منو، ما فاهم حاجه في البلد، لانه مقفول له تحت مكتب يحسب اليوم كله لحد ما يلم القروش، يجي يديها لولده ولا بنته ولا يصرفها في النهايه تعليم الخاص ده كله راح يا برهان. احنا صابرين على انتصار، ما صابرين على جرجره ولا حلول سياسيه ولا ماشي جده ولا جاي من جد. الكلام ده ما بينفع معنا يا زول. الثمن اللي اتدفع في البلد دي ما تفتكر انه ده بيت، ده ما تكسر بيت. انا بقول لك بيتبني في 5 دقائق، وعنده القدره ابنيه في 5 دقائق. اللي تكسر ده سنين يا برهان، ما تتعامل معه بالاستهتار ده، ما تتعامل معه بالاستهتار ده. الثمن اللي اتدفع ده ما في سبيل انه انا اتخلص من الدعامي ده، انا بعرف اتخلص منه كيف. انا اساسا في الشاشه بتاعتي ما ظاهر، انا قاعد اتخلص من الاجرام في البلد دي، وقاعد اتخلص من التآمر في البلد دي، وقاعد اتخلص من الفساد في البلد دي، وقاعد اتخلص من الاحزاب والخونه يا برهان. يتلموا لي مره واحده تتعامل معاها بالطريقه دي. حسي دي ما تقول لي دي عسكريه، ما تقول لي في تخطيط عسكري، انه الدعم السريع بيطلع بيتاتشر بيخش بشق الخلا ده في الخريف ده لحد ما يصل الجزيره ويحاصرها ويوقف استثمار الناس. الجزيره لو قامت فيها حاجه يا برهان، هي شايله فوق طاقتها 3 طاقات. الانفجار فيها بيكون بطال برهان. اظنك انت لو قاري عسكريه كان عرفت الحاجه دي. موضوع زي ده ما بتخاطر بيه. الحاجه الثانيه، نمشي وين احنا نمشي وين؟ يعني الخرطوم حرقت مشان الجزيره، احنا ناس الخرطوم وناس الجزيره نمشي وين؟ نجيك هناك نجيك في كسله، ولا نجيك في بورسودان، ولا نجي نقعد معاكم في الفيلا الرئاسيه، ولا دار تسوقنا معاك جده؟ حنمشي وين تاني؟ كده قول لي اديني مقترحاتك، نمشي وين؟ بدايلك شنو؟ البدائل حقتك شنو؟ الجزيره يا برهان ما تخش فيها رصاصه واحده غير حقت القوات المسلحه لدحر وتدمير الدعم السريع. اي مقترحات في النص احنا ما حنقبلها ولا حنسمعها ولا شايف فيها مبرر، حتى الان انا ما لاقي مبرر. ما محتاجين نحرك حاميات عسكريه من الخرطوم او متحركات او مدرعات للجزيره. الجزيره فيها جيشها، فيها رجالها، فيها قبائلها، فيها كده. الحاجه اللي انا حقولها للجزيره حسي عشان ما انا واصل حدي عديل. حاضر، اسمع يا ناس الجزيره، انا حسي حقول لكم في حاجه اسمها نفره المسيد. الجزيره تشيل سلاح هاشتاج واحد. لحد الجمعه دي انا ما دار دعامي في جوا الجزيره ولا برا الجزيره، ولا حتكلم مع الوالده ثاني، انا حتكلم مع المواطن. حاجه انا مالي وماله، منتظر شنو انت؟ احنا حنمشي الحاميه في حاجه اسمها نفره المسيد. ناس المسيد والحول المسيد عندنا في كل حته مجموعه بيتحركوا بيشتغلوا شغل كويس، في شغل ما بيصل للاعلام، لانه رده فعل الدعم السريع بتكون انتقاميه. قاعدين نشتغل، الناس دي شغاله ديليفري ممتاز جدا، شباب بيلقطوا بتاع. احنا قبل اسبوعين قلنا اتفقنا مع الناس دي يا اخواننا ما في زول يسلموه الحاميه، لقيتوه دعامي بما يثبت ودوه لله. الجيش ده ما تمشي تدوه ولا حاجه، بكره الصباح بفك الغواصات دول كلهم مفاكين الجيش، الطوابير دول ما بيخشوا وبيطلعوا. عندنا نماذج كثيره. انا عشان ما دار احتك مع الجيش واخش معه في بنيه وكلام كثير وبتاع بيقوا حساسين. انا ما عرفت لابسين اخضر كاكي ولا لابسين بنفسجي، حساسين ما بيستحملوا الكلام. انا ما دار اخذ معكم في جوله ولا دار اتكلم معكم كثير. الجزيره عندنا لكم حاجه واحده. السلام عليكم يا ناس المسيد، في حاجه اسمها نفره المسيد. احنا دارين فيديوهات، طلعوا علينا فيديوهات نتحرك معاكم في الاعلام، الناس تتحرك تسمع بخبركم. السودان ده كله يتلمى في الجزيره، كل السودان ده يتلمى في الجزيره. الجزيره كلها الهاشتاج تاني الجزيره ترفع السلاح، والوالد اول حاجه يرفعوه في الساره بتاعت العالم دي، تربطوه في الساريه ذاتها، عشان احنا قله ادب كثيره ما دارينا. بس نقطه عربي انتهى.